يابا هلا، مسوي مظاهرات علي بالانستغرام. وينيش؟ ليش ماكو؟ ليش ما تنزلين؟ واني ما اقدر عليكم، ما اقدر على فراقكم همين. فشنو قلت خلي اسوي لكم فيديو انزله لكم، ولو انا مقصره بحقكم هو، بس انتوا همين تعذروني. اي طبعا ما بقى شي على العطله. يعني ما بقى شي، بداية الثاني نعطل ان شاء الله. ويعني احتمال انزلكم كل يوم فيديو بدا بالعطله. بس شوية تحركوا ايدكم، خلونا لايك، شاركوا الفيديو وعلى مود يصعد الفيديو وهيك تحفزوني انزل لكم. اي شلونكم؟ شو اخباركم؟ اموركم؟ شو مسوين ما مسوين هاي الفترة كلها؟ اي هنا طبعا انا اخر شي بالفيديو اللي قبله قلت لكم براس السنة احتفلت بال 30 كي بالانستغرام، وحاليا انا صرت بالانستغرام 45 كي. ياي شو رقم يجنن هذا! يعني خلال فترة قليلة كلش، يعني من شهر 12 انا بديت انزل بالانستغرام فيديوهات وهيك روتينات بصوتي. طبعا راح اخليكم الانستغرام باول تعليق مثبت. ولحد يعني لهذا الوقت اني 45 كي صايره. تخيلوا ايش قد حلو هذا الرقم، وايش قد واحد من يتعب وينزل وهيك نلقى نتيجه تعبه، ايش قد يفرح همين. اي يعني انا ما اقول لكم غاروا من الانستا. هذا حكي كله ما اقول لكم غاروا، بس يعني قدر المستطاع واحد يعني شلون تقدموا لي يعني نتيجة تعبي. أنا أتعب وياكم بالتصوير بالمونتاج، فخلوا لي لايك وشاركوا الفيديو. شوفوا هنا أنا زينت الكيكة بنفسي، سويت أول شي طبقات وبعدين خليت لها كيكة وكتبت 30 كي، واحتفلت ويا خواتي احتفالية بسيطة هيك كيكة وبيبسي، يعني أشياء بسيطة. وشغلنا الشموع، وهنا أختي كانت جايبت لنا ميداليات على أسمائنا، وشلون همين كانت هدية تجنين، كل واحدة اسمها. وها شوفوا 30 كي هنا شنو سوان اختي 30 كي. وانطفت الكهرباء. اي واحتفلنا وقصينا الكيكه. شوفوا الكيكه من جوا شلون صايره مالتها الطبقات تجنن. طبعا هم يعني مفكره يعني هاي الفتره بالعطله هم اسوي لهم بعد كيكه، اسوي كيك اسفنجي. هاي الكيك ما خليت بيه محسن، بس راح اسويها بالعطله، راح اسوي كيك اسفنجيه، وانا مسويتها من قبل يعني، وراح اجربها مره ثانيه. بس شنو من سويتها قبل تموت، طلعت مالتها الطعم يعني كانه مال محلات جاهزه. هو السر الاساسي بنجاح الكيكه المحسن. فاحتفلنا وكانت احتفالية حلوة تلش. ثاني يوم هنا بالعشاء سويت معكرونة بالبشاميل مثل ما تشوفون. حمست البصل ويا لحم، وهنا سويت المعكرونة خليت وياها ملح واستوت عندي، صفيتها وخليتها بالماء بارد. هنا خليت نمو بصرة، كركم، ملح، وهمين بقيت احمس بيه. وكمل عندي هنا خليت له طماطة وراح اخلي له معجون واخليه على نار هادئة يستوي. بين ما يستوي اني اسوي البشاميل، وهاي معكرونة بالبشاميل انا مسويتها وياكم همين هواية، فتشوفوني يعني اكو وصفات مسويتهن وياكم فبسرعة يعني ما اطول بيهن. هنا خليت زيت او زبدة وخليت خاشوقتين من الطحين، لا 3 خواشق من الطحين، وقلاصين من الحليب على مود شوي يصير عندي ثخينة. اذا اخلي خاشوقة واحدة لا تصير شوي اخف. وهنا سويت البشاميل خليت له ملح وخليت له فلفل اسود. وهاي المعكرونه شلتها من المي البارد، خليتها طبقه اولى، وبعدين خليت اللحم وراح اخلي جبنه على اللحم وبشاميل همين اخليه، وبعدين اخلي مره ثانيه المعكرونه واخلي عليها بشاميل واخلي جبنه واطببها الفرن تعيش حياتها وتتعايش. شوفوا طببتها الفرن على راحتها. هنا طلعت عندي كمله. طبعا انا المعكرونه اعشقها، ما أدري، أكلتي المفضلة، وكنا الحمد لله والشكر. ثاني يوم بالعشاء اشتهينا باقلا ودهن. شايفين هذا الجو هيك مال أكلات شتوية، باقلا ودهن، ثريد مال لوبيا، يعني ذني الأكلات مال الشتاء. فهنا شوفوا قعدت أحضر الباقلا ودهن أكيد بمساعدة أختي. قعدنا هيك وحدة مقابلة الثانية وثردنا. وش علاتها هيك أكلات ويا الجمعة يما تصير تجنن، يعني رغم إنه الأكل بسيط بس إله طعم خاص. أي وبعدين إيش سويت؟ خلت البيض والباقلة، وهنا عندي دهن حور. طبعا دا أنا مأزولة وأحكي وياكم لأن أستغل هذني الأوقات، يعني من أنيمها من أبدللها من هاي. اي فأمن تجي لكم الفيديو شو اسوي. اتخيلوا باكر عندي اني امتحانين،
بس قلت خل منتج لكم فيديو هيش سريع ما طول دا نايمها، وعندي فيديوهات قديمة فقلت خل منتج لكم، ومن غير انتو بالانستا خبصتوني وينيش ماكو نزلينا فيديو باليوتيوب، فقلت لا خلاص بعد خل انزل لكم خطية ايش وقت عليكم. وهنا كمان عشانه وجبناه خليناه يوم الصبح وقعدنا وشون قاعدة حلوة، قاعدة هيك شتوية ترد الروح. طبعا شوفوا أجواء الشتاء حلوة، بس أني كرهت الشتاء من ورا ما تمرضت أنا وجهالي. أي فبعدين ثاني يوم كانت عندي سوالف مخللة وأنا مسوية يعني قبل بس خلصت، فرجعت مرة ثانية سويتها، بس هالمرة شنو خليت وياها لهانة، ما مسوية من قبل اللهانة ما مخليتها يعني وياها، وخليت الماس شنو جاب لي يعني من المخضر يعني لا مفرزي لا معلب يعني فريش، فخليتها وياها. فهنا أنا أشوف بالبداية أنا شنو مخلية كيلوين من الشوندر هذا الأحمر، أنا طبعا أشتويه بس معهن، وكيلو واحد من الشلغم، كيلو من الجزر، لهانة، قرنابيط والماس. وبعدين كلن أول شي ثرمتهن انتم مثل ما يعجبكم ثرموهن، دوائر طوال اي شي شنو شلون ما يعجبكم ثرموه. انا ثرمتها بهذا الشكل، وبعدين راح اثرم كل الاشياءات واغسلهن بمي حار. وطبعا ديروا بالكم يعني الاشياء هم ينعقموهن، العلبة تخلون بيها المخللة هم ينعقموها بمي حار على مود ما تعفن عندكم وتخرب. ايه طبعا احنا وقاعد نثرم خلينا نسولف لكم سالوفة صغيرونة. راسلتني وحدة بالانستغرام قالت اني اهلي من النجف، تزوجت ببغداد، بس من زوجت ببغداد اهل زوجي وزوجي مو نفس طبعنا، احنا نطوب نطلع، تقول زوجي ماكو يعني بس وقت ما ارد اشتري الملابس للجهال نطلع، وهاي شنو بعد عركة وهوسة وعياط تقول اخبص البيت يا الله يطلعني. واهلها من كذلك يعني طبعهم بيتوتين قاعدين بالبيت 24 ساعة، تقول انا ملية طقت روحي. شوفوا انا ثرمتها بهذا الشكل هيك مكعبات، وشوفوا دي شلون صارن، وراح اخلي لها مي حار واخلي لها مليح، وانا ذاك يوم يعني بس خليت لها قطع الليمون، هسه راح اخلي لها قطع الليمون او لمن دوزي همين يعني اول مرة اجرب. ومن فتحتها هم شفتها عايزة حموضة، طبعا فتحتها تجنن صارت، خليتها اسبوع كامل برا وفتحتها فتشي طعمها. هذا الألماس همين هيش ثرمته، من فتحتها خليت لها بعد خل، وهنا أنا غسلت الملابس المي خلصن. أبو الأحرى هنا ما كنت أغسل ملابس لا، غسلت هاي المادة هيك عندي الوردي نكثتها حيل وبعدين غسلتها بالغسالة. وأجيت راح أغلف الطباخ، طبعا الطباخ ايش سويت له، أنا مالتي زجاج الطباخ فجلفته جلفة مرتبة وجلفت العيون، وبعدين غلفته بسيليفان، صار يعني بالمسح كلش سهل علي. هنا مو قزاز عندي فامسحه مره واثنين وثلاثه يا الله ينضف، بس من خليت له سيليفان لا والله ماكو هيك امسحه بسرعه ينمسح. فانا كنت اجلف وياكم همين جلف حيل. ايش عندنا غير الجلف احنا. شوفوا ورا ما جلفته وهيك ثاني يوم تمرضت بعد مالي خلق، دخلت حالة اكتئاب، خاصة هالانفلونزا تموت، وام الجهال همين يعني اذا مو هي تقوم البيت او الجهال هم من يقوم. فشوفوا حتى ذني العيون شلعتهن ورجعت مرة ثانية ركبتهن كله غلفته. ايه وهنا راح اخلي الخلاط اضمه لان عصاير قليل نسوي بعد اجى الشتاء لو احنا بالشتاء. وجبت عندي وفاتي هيك وردي كنت مخليتهن للبنات، بس البنات بعد اشتريت لهن ميز ويا اخوهن فجبتهن للمطبخ. المطبخ مالتي يعني الكاونتر صغيروني ما يكفيني، خليت همين بيهن غراض. وشوفوا هنا غلفته صار يجنن. هنا أنا عندي شوندر عين سلقيت او اي خل اكمل لكم. فشنو تقول يعني ماكو ماله من هاي الوضعيه، فانا افكر اتطلق. تقول حتى زوجي نار كل يوم اهله جوا، بس وقت يعني يريد ينام يصعد فوق للغرفه. تقول يعني ماكو لا من رجال لا من عيال. وتقول انا يعني قلت لاهلي اريد اتطلق قالوا لي اهلي، فتقول ما شجعوني ابد وما قبلوا على كلامي. وتقول حاليا انا قاعده وساكته بس ما قابله اريد اتطلق. فانا نصحتها قلت لها شوفي العيال ما يبقون وياك ولا زوجك راح يبقى هذا حاله، وانت ما راح تقعدين عند عيالك قابل العمر كله، اكيد بعدين يعني اكو يمكن
شلون مثلا من أهله يستحي يطلع ويا مرته، يخاف من أهله، يعني هم متربين على هذا الشي. فما قلت يعني إن شاء الله تطلعون ببيت، حاولي إنه تطلعين وياه بيت وحدكم، راح بلكي يتغير. اي، فسولفت وياها هواية، فانتو همين كتبوا لها بالتعليقات ونصحوها وشنو تقولون بهيج حالة. هنا أنا طبعا بعدين سويت عجينة، هاي عجينتي أنا مشهورة ودائما أشاركها وياكم. على كل 3 قلاصات طحين 1.5 من المي، وخاشوقة من الخمرة، وخاشوقة من الشكر، وخاشوقتين من الزيت، ورشة من الملح. وهنا أنا خليت البصل والملح شنو، البصل واللحم والطماطة، وحمستهم على مود اسوي الحشوة. وهنا أنا سويت شوربة، اي مثل ما تشوفون، طبعا شوربة كلش طيبة بهاي الأجواء الشتوية. وهنا أنا عفيت العجين تقريبا أكثر من ساعة لأن كان عندي شغل. وشوفوا شلون صارت عجينة قطنية. شلون تعرفوا قطنية؟ من الشلوة شفتوها مثل القطن صايرة، أو شكلتين وخليتين. وذن بقى عندي آخر 3 في الحشوة، بقت قليلة، فحاولت إنه أرتبها شلون ما كان. ما أريد يزود عندي عجين، بس يزود عجين تطلع مو طيبة إذا أجمدها، تخرب العجينة. فدخلت أول وحدة للفرين، وما أسولف لكم على طعامهن شلون كان طيب، وياها شوربة وقاعدة شتوية وصوبة. طبعا إحنا هاي الفترة مقابلين الصوبة وقاعدين ما أدري إذا الكل هيج. اي ما استغنى عن الصوبة. وهنا طلعت اول وحدة كلتها اني، الحمد لله والشكر عدى هذا اليوم على خير. اي ثاني يوم سويت تشريب وحشو وتمن هيك، يعني مطبق مال الدجاج. بس كانت عندي غزولة مريضة وتعال خليني وقعدي، فكلش تأخرت. يعني هاي تقريبا ب3 3 ونص يلا كملت الغداء. فمثل ما تشوفون هاي طريقتي، أبقى أحمس بالدجاج إلى أن يصير له لون ثاني، ويا أكيد بصل وتوابل، وخليت له مي وخليته على النار يعيش حياته. وسويت هنا الحشوة بازاليا وشعرية وهاي حبشكلات الكشميش. اي بس ما لحقت اكمل واصور الباقي، فصار على النص. وهنا ثاني يوم الصبح قعدت شنو كان قبل بيوم مطر وعطلة، بس الجو كان يجنن ثاني يوم. فقعدت مستغربة شنو هاي الدنيا كلها ضوء وحلوة ليش، وشمس شمس عالية ليش يعني منطين عطلة. بعدين قالوا شوارع ماكو غرقانة، خاصة شارع الكلية مالتنا. قلت ألف رحمة على والدي، هم طونا عطلة، إنه خلق الطين إحنا فوق ما بيوتنا أدور ملابسنا تطين. أي فسويت ريوق وتريقيت وغسلت وجهي، وبعدين جاني المسواك، كنت أسوي بامية للغداء. أي فهنا أنا رتبت المسواق، وكان جايب لي سبزي. اي فاني كان عندي امتحان، فهو مات الكيس خليته بالثلاجة. من لما خلصت امتحاني يا الله سويته، وهم سويته وياكم وصورت لكم، ان شاء الله بالفيديوهات الجاية انزله. وهنا أنا سويت الخضرة وفرزت، يعني السمك عندي كان جايب لي حتى مقشر بس فرزته. وهاي الصبيت، هذا التمر مالتنا كمل، البامية مالتنا كملت وصارت تجنن. وصبيت الغداء وقعدنا كلنا وسهمنا، وسهمكم ألف ألف عافية. اي هاي البامية طبعا هين هي صيفية، بس احنا فرزيها للشتاء. هاي وقت التفريزات للضيج للضيج. شلون يعني البانية العراقية ما ينشبع منها. اي فهنا ثاني يوم كان عندي امتحان. اول ما قعدت طلعت هذا السمك عندي مفرسته، وقعدت اقرا. ما اسولف لكم، من اقعد اقرا الصبح يقعد وياه غزل وازل يتخبلن عبالك يحسن عندي امتحان. بس اذا ابقى نايمه وياهن لا والله يبقى النايمات، واذا اقعد يقعدن. هاي يا طلابه المتفض. اي فهنا أنا طلعت السمك موعته، وسويت هاي الحشوه، وسويت تمن. وكنت قلت يعني قلت شنو، اي قلت ما اطلع من البيت، قلت اتغدى وبعدين اطلع، لان السمك اذا رحت للدوام وجي الساعة 6 اكلته مو طيب يبرد. فهنا قلت بس اني ويويو وغزولة. ابو يوسف كان طالع وسوى الزلاطة، خلت عليها ليمون وقعدنا اكلنا. وشون كان هذا الاكل تسووه بسرعة بسرعة ماكو يصير طيب، من تعتين وتسوون على كيفك وهيك يطلع لك مو كلش طيب. وهنا بعدين رحت للكلية، أخذت لكم هذين الصور هيك مقتطفات قليلة. عجبني طبعا ذني الوردات، فصورتهن ورجعت للبيت. وكان أشوف الحرب العالمية،
القدورة مال السمك. اي فهنا أنا قلت ديسلايك. قمت هنا أنا جبت مي حار وقلت خلي أبدي أغسل، فغسلت بالمواعين، غسلت أخير شي خلصتهن، خليت هنا قاصر، أو هم بديت أمسح بالطباخ وكلش سهل يعني مسحة بهذا السيليفون. مسحته وبعدين هاي الشكل النهائي. كملت غسلت المواعين، مسحت الطباخ، مسحت كان الكاونتر، مسحت الميز مال الطعام، وكمل عندي الحمد لله والشكر راحة نفسية من تكملي الشغل. اويلي بقالي شنو؟ بقالي الزولية عندي وسخة، فجيت ارد اكنسها، غزولة واقفة يمي الا هي تكنس، فبعدين وخرتها والله وقوة سحلتها سحل، سديت الباب مال المطبخ وكنست براحتي لان ما تخليني وهي هم تعرف. اي وكملت وراها لليل اشتهوا حلاوة مال الشعرية، وانا سويها طبعا طيبة بكل تواضع، متواضعة كلش. فشفت خليها زيت وخليت شعرية وبقيت احمس بيها تصير هي شلونها اشقر. اخلي مي من تستوي اخلي شكر حسب انتو يعني ايش قد تحبون نسبة الحلا بيها، او بعدين اخليها على نار هاد. اشوفوا هنا انا خليت هيل وراح اخلي لمن دوزي شوية، وراح انصيها اخليها على نار ناصية كلش تثخن، وهو هذا السر البيها يعني من تثخن ويثخن الشيرة مالتها تصير طيبة. وهنا صبيتها وما اسولف لكم على الطعم يجنن كان. وهاي بس، وهذا الفيديو مالتنا وبس. احبكم، باي باي.